حاجه مثلا المفروض تاخد فيها قرار، المقاطعه مثلا بتاعت الاتجاهات اللي بتدعم الكيان الصهيوني مثلا. لو انت مثلا في الموقف ده ما خدتش موقف، فهتبقى بتتساهل في نفس الامور تاني. قيسوا عليها بقى كل حاجه تانية مثلا في الدنيا، انك بقى ليك راي، يعني تمشي عكس التيار انت شايفه، تتكلم على الحق. ده بيساعدك كل مره ان انت فعلا تتكلم على الحق. بس لما بتسكت خلاص انت بتتعود على السكوت، بتتعود انت تشوف الغلط قدامك وتسكت عليه. الموضوع كان عظيم جدا جدا، دلوقتي ما بقاش عظيم خلاص، بقى الموضوع بقى حاجه سهله قوي، بقى العظمه بتاعته دي راحت. قيس بقى عليها برضو الكبائر مثلا، الكبائر اللي احنا المفروض ربنا الواحد اصلا ما ينفعش ابدا يعملها يعني، فبقت حاجه اللي هو لما واحد يشوفها كتير قدامه ويبقى عايش في مجتمع يشوفه بشكل مستمر، بالنسبه له بقى الكبائر دي حاجه بقت عاديه بعد كده خلاص. مثل الجنسيه بقى كمان نفس الحاجه، كل حاجه، حتى الكذب نفسه. الواحد لما بيكذب كذبه ويحس ان خلاص عدت، وبعد كده بيجي عليه مره تانية بيكذب تاني، لو هو ما كانش داري بده هيلاقي نفسه بعد كده ان هو في اي موقف زي كده بيتعامل على الاساس دوت. فعشان كده مهم جدا جدا الواحد فينا هو يشوف هو متبرمج ازاي في اي موقف هو متبرمج فيه. لازم يسال نفسه هو انا دلوقتي المفروض اتعامل ازاي، هو المفروض الصح ايه. ده اللي المفروض الواحد يعني يحطه دايما في الاعتبار، لان هو لو ما اتصرفش بالشكل ده هتلاقيه بعد كده ان هو بيبدا يتغير شكل هو ممكن ما يكونش حابه ابدا. كتير جدا بقى من الصفات اللي ممكن تكون محدش فينا بيكون عايزها موجوده في شخصيته، تفضل ان هي تبقى موجوده. خلاص اتبرمج هو في المواقف ديت بيتصرف بالشكل ده.